قال مولانا الإمام الجواد كما ورد عنه سلام الله عليه: إن في رجب ليلة هي خير للناس مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 منه، وإن للعامل فيها من شيعتنا مثل أجر عمل 60 سنة، فضلاً عن مسألة إظهار الفرح والسرور. هذه الليلة هي ليلة عبادة وفيها أعمال من جملة 12 ركعة وغيرها من الأعمال المذكورة في كتب الأدعية. لا يسعني في هذه العجالة وإلا أن أختصر حديثي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بذلك أن يوفقنا للسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. حقيقة لا أعلم هل أن حديثي فيه شيء جديد أم لا. طبعا أنا ذكرت في حديث سابق: إذا انتفعتم فثوابه لي، وإن لم تنتفعوا من حديثي فأنا لست مسؤول، فلا تدعوا علي وادعوا على من دعاني على هذه المنصة، لأن الوقت ثمين ولا بد وأن نستفيد من هذه اللحظات وهذه المناسبات، ويكون لدينا ناتج، وهذا الناتج يؤثر على سلوكنا في الحياة، إضافة إلى زيادة إيماننا واعتقادنا بما وعد الله سبحانه وتعالى عباده به، حيث قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. حقيقة نلاحظ هنالك حالة من التشكيك بالوعود الإلهية وضعف، وعند البعض خروج أيضا عن ربقة الدين والدخول في ربقة من هم ضد الدين. فلذلك أعزائي، في آخر الزمان تكثر الفتن ومضلات الفتن، لذلك ورد في الحديث علينا أن ندعو بدعاء الغريق، حيث يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثبات هو الأساس، لذلك الآية تقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة والثبات شرط مهم في العقيدة بعد البيعة وبعد الدخول في الدين، وإلا كثير من الناس من يدعي الإيمان ولكن قل من ثبت على إيمانه. فمن هنا علينا أن ندعو ونقول: اللهم ارزقنا حسن العاقبة. فإذا كثير ممن آمن برسول الله، سواء آمن عن حقيقة أدركها أو آمن طمعا، ولكن كثير من أولئك الذين أصيبوا بالامتحان والمخاض ممن تراجع. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الافتتان، لا بد من الامتحان، فإن القابض على دينه في آخر الزمان كما تعلمون وجاء في النصوص كالقابض على الجمر. فالتدين ليس بالأمر البسيط، فمن قال لكم
أن الدين أو التدين والالتزام بالتعاليم الإسلامية أمر سهل وبسيط، هذا في الواقع لم ينتبه إلى ما جاء في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة الكثيرة، حيث يقول جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، هاي الصلاة اللي نصليها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع العاشق هو الذي يأنس بما يأمره المعشوق، ولكن هنالك أناس لم يصلوا إلى هذه المرحلة من العشق الإلهي والخشوع. فإذا أيها المؤمنون، بهذه المناسبة أوصيكم ونفسي بأن ننتبه لهذه النقطة، وأن نزيد من عرى الوثوق بالله سبحانه وتعالى. علينا أن نثق بما وعدنا الله سبحانه وتعالى، ولا نكن كأولئك الذين إذا زلزلوا وغربلوا تراهم يتراجعون. فلذلك أعداؤنا اليوم كشروا عن أنيابهم. أنتم تعلمون الحرب علينا قائمة حتى بعد ظهور المولى، حتى بعد قيام المولى، فالصراع بين الحق والباطل، بين الرذيلة والفضيلة. أنتم تلاحظون اليوم في العالم الذي يسمى بالعالم المتحضر في الغرب، الآن يريدوا أن يجعلوا من الرذيلة فضيلة، يريدوا أن يمنعوا الإنسان من الجانب المعنوي، فترى أن المثلية أصبحت قانوناً، أصبحت أمراً مشروعاً، وزواجهم في الكنائس باسم الدين، وهذا لا تتصوروا أنه أمر عادي وبسيط. هذا من ورائه من خلف الكواليس هنالك مؤسسات، مخططات جهنمية لهذا الإنسان المسكين. وعموما لكن نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة المعرفة ونعمة الهداية. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. يجب أن نقول هذا في كل ليل ونهار، في كل ساعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحن في الواقع نلاحظ من خلال عملي في الخارج، ألاحظ في هذه الأيام وفي هذه الفترة هنالك تعطش للجانب المعنوي. أنتم تعلمون هنالك من ناحية اجتماعية أفضل بلد في العالم دولتين، اليابان والسويد، من ناحية الضمان الاجتماعي. منذ أن تعقد نطفة الإنسان في بطن أمه مؤمن حتى يموت. ولكن أكثر الدول، لاحظوا في الموجود على الإنترنت، أكثر الدول في الواقع مصابة بهذا المرض العصري الذي يسمى بالديبريس، يعني الكآبة، هي هذه الدول. وأعلى نسبة انتحار في هاتين الدولتين. السبب هو الفراغ العقائدي، والإنسان ليس فقط مادة، الإنسان روح أكثر مما هو جسد. فنحن لله الحمد في هذا الجانب في غنى، وهنالك ثروة عظيمة لدينا ونغبط عليها. وأنا ألاحظ الكثير من هؤلاء عندما يراجعوننا يسألوننا عن هذا الجانب، فهم متعطشون لهذه المعارف، معارف أهل البيت عليهم السلام. أحيانا حديث واحد يؤدي إلى دخول بروفيسور وأستاذ جامعة في برلين يدخل في الإسلام. وهنالك كثير من الإخوة المخالفين، يعني من الجماعة من المسلمين الآخرين من السنة، كثير منهم من استبصر بحديث من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، كما ورد عن إمامنا الرضا: لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. لكنه نحن كالسمكة التي تعيش في الماء،
نحن منذ نعومة أظفارنا من بطون أمهاتنا تلهج باسم أهل البيت، باسم رسول الله، فلذلك نحن عجلنا بولاية أهل البيت كما ورد عن إمامنا الصادق: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. فلذلك علينا أن نعرف قدر هذه النعمة، وعلينا أيضا ألا ننسى أن هذا التراث ما وصل إلينا بسهولة، ما وصل إلينا ببساطة، وإنما بعد تضحيات جمة. أنتم لاحظوا الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله والصحابة المخلصين معه في ذلك الوقت، كم من المعارك خاضوا؟ يعني حد الأقل القدر المتيقن 72 غزوة أو معركة النبي صلى الله عليه وآله خاضها، مع أنها هي 10 سنين، قسمها على 10 سنين. والمدينة المنورة كم عدد المسلمين كان؟ كم معركة؟ ولذلك ما جاءتنا هذه القضية ببساطة، ما جاءنا هذا الدين ببساطة. كم من الأنبياء قتلوا من أجل الفضيلة، كم من الأولياء ضحوا، كم من العلماء استشهدوا. اقرأوا كتاب للعلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه باسم شهداء الفضيلة، والذي لا يعرف اللغة العربية ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية. انظروا كم من المجتهدين يذكرهم أصحاب فتوى قتلوا من أجل فتوى، قتلوا من أجل مسألة شرعية. نبي الله يحيى الذي عبر عنه القرآن الكريم سيداً حصورا قتل من أجل فتوى، وهي مسألة الزواج مع الربيبة، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الزواج مع بنت الزوجة لا يجوز، فالملك في ذلك الزمن عشق ابنة زوجته بحيلة من زوجته حتى لا ينتقل الملك إلى غيره، فطلب من النبي يحيى أن يأذن له بذلك، فرفض النبي وهدده بالقتل، ثم قتله وقطع رأسه، ووضع رأسه في طشت أمام الملك، فنطق الرأس وقال: الزواج مع الربيبة حرام. فانظروا حكم الله كم هو مهم. مع الأسف يأتي بعض الناس ولو من باب المزح يقول: أنتوا العلماء تحللون وتحرمون بكيفكم، اي ضبطناها يا سيد، رتبناها. سامعين بعض الناس بهذه الكيفية. إخواني، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ثلاث آيات، 3 أوصاف: أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الكافرون. فإذا علينا أن نلتزم بالدين وإن كانت هنالك ضريبة. ذلك الذي جاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 2 إجوا، واحد قالوا: نحن نحبك يا علي، فأحدهم قال له: أنت منافق، أنت كاذب. والثاني قال له: إذن استعد للبلاء. حب علي، ولاية أهل البيت، الالتزام بالدين فيه ضريبة. فلذلك إخواني نحن اليوم نلاحظ الحالة الهجمة، سواء الهجوم الثقافي أو سواء الهجوم الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي وغيره وغيره، هذا كله ضريبة الولاء وضريبة الالتزام بالدين ولو بالقشور. أنتم تعلمون في البوسنة والهرسك، أعطيكم كمثال، في سنة هذه الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك كثير من هؤلاء لجأوا إلى ألمانيا، وقمنا مع إمام مركز هامبورغ بزيارة لمجموعة وضعوهم في نسميها دوبة، وضعوهم في الميناء لأنه ما عندهم سكن كافي لهم، وضعوهم هناك مع غرف جاهزة، ركبوها على هذه السفن في الميناء وأسكنوهم فيها. فزرناهم، عندما زرناهم أخذنا بعض الإعانات، بعض الهدايا معنا، بعض التبرعات من الناس لهم.
فأول من التقينا به هو إمامهم، هم يعتبروه يسموه مثل الأتراك خوجة، هذا هو الإمام. طبعا حليق الذقن وكرافات، والحاصل مكوي على بالشكل الكامل، يعني الشيء الذي لا تراه هو المشيخة، ولكن قالوا هذا هو إمامنا شيخنا. وبعد ذلك نزلت امرأة، وطبعا ملابسها ملابس غير محتشمة، وكان أيام صيف، فعرفنا الشيخ أن هذه زوجته، ولكنها تعرفون يعني الساعد ظاهر والأرجل السيقان ظاهرة والشعر ظاهر، وحاطة فرد عصابة على رأسها على أساس حجاب. فقال طبعا هي زوجتي، ولكن هذه كانت زوجة أخي، هذا الشيخ مالتهم سمعوا، هذه كانت زوجة أخي، فأخي استشهد وبعد أسبوع تزوجت معها. هذا شيخهم هالشكل، فأنت احسب بعد بقية الناس ما هي معرفتهم بالدين. اسم الإسلام كان موجودا، أرادوا إبادتهم كاملا، فكيف أن تقوم دولة، أن يقوم نظام ذا قوة عسكرية وجماهيرية قوية، وفي منطقة استراتيجية لا توجد هنالك منطقة استراتيجية كمنطقة الجمهورية الإسلامية في إيران. فهنا تردون يعني نريد أن العالم يعني يغلق عيونه عنا، فلذلك العالم متكالب علينا. فاليوم إذا كانت حروب موجودة فهي حرب معنا، وحرب مع الولاية، وحرب مع الدين، وحرب مع الفضيلة، وحرب مع المقدسات. فإذن لا بد من الاستقامة ولا بد من الصمود، لا بد من الثبات أعزائي. فأكرر وأقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من التضحية. أنتم تلاحظون في العراق كم من المؤمنين ضحوا، ما هو ذنبهم؟ نحن أبناء النجف نتذكر يعني بعض الأحيان شاب ملتحي يتهم ويؤخذ، والقمع والتنكيل، والملايين من البشر قتلوا من أجل ماذا؟ هل أننا قمنا بعمل عسكري؟ من منا كان يتجرأ أن يتفوه بكلمة؟ ولكن على التهمة والظنة تقمع العائلة بأسرها، لأن شخصا واحدا منهم كان من المعارضة. فإذن هذا مخطط في الواقع عالمي لقلب الصورة. فأنتم تعلمون من منظمة الأمم المتحدة إلى غيرها بعد الحرب العالمية هذا البرنامج، هذا المنهج موجود، وهو قلب الصورة. أنتم تعلمون الفيتو يسمى بحق الفيتو. أي حق هذا؟ 5 دول تحكم العالم، وكل الدول تعطي رأي مخالف، وهي ودولة واحدة من هذه ال5 تعمل الفيتو وترفض كل تلك الآراء. هل هذا هو حق؟ هذا ظلم. هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية ويدعون أن الحق مع الأكثرية والغالبية، أي غالبية هذه؟ فالمجتمعات اليوم تقمع حتى في الغرب، حتى في الغرب أيها المؤمنون. رجل من علماء التاريخ في أوروبا، ما أقول أين، هذا المسكين تكلم بكلمة بسيطة، قال: ما نحن قتلنا اليهود. زين، سبعت قلنا لها عرفتوا وين؟ زين، فهذا قال: إذن أعطوهم ولاية من الولايات زين في جنوب ألمانيا وخلي يجون يسوون دولتهم. ما ذنب العرب وما ذنب الفلسطينيين؟ حكم عليه بالسجن وهو رجل عمره 83 سنة، حكم عليه بالسجن بسبب هذه الكلمة 17 سنة. هو ضحك في المحكمة جالس على الولشر، قال: يعني كم أريد أن أعمر حتى تحكموا علي 17 سنة؟ زين، هذا من أجل إظهار رأي، من أجل مع أنه تسمى تلك الدول بالدول مهد الحرية. اعلموا أيها الإخوة، الحرية للرذيلة،
الحرية ليست للحق وإنما الحرية للباطل. ولكن اليوم لا بد وأن نلاحظ النتيجة. أين يزيد؟ أين معاوية؟ أين أولئك؟ أين فرعون؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ اعلموا أن الله من وراء هذه المسيرة، ولا نشك بوعد الله سبحانه وتعالى: لا تأخذكم بالله لومة لائم. اعلموا أن وعد الله حق. عندما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. من الذي يستطيع أن يقف أمام الإرادة الإلهية؟ انظروا كل من وقف أمام الإرادة الإلهية قمعه الله سبحانه وتعالى. فذلك عاد الذي بنى جنة ذات 4 فصول في آن واحد بأي تكنولوجيا لا نعلم. إلى الآن لم يتوصل الإنسان في الاختراعات وكذا أن يتوصل لهذه الحالة. 4 فصول في آن واحد، بنى جنته، لكن على ماذا؟ على عظام المستضعفين. لكن أهلكه الله عند افتتاح الجنة. جاءه عزرائيل عليه السلام كما ورد في النصوص والروايات بدعاء امرأة مظلومة عندما سمعت بأن ابنتها قد ماتت تحت سياط جلاوزة عاد، فكظمت غيظها. لمن تشتكي؟ لمن تذهب؟ حتى جن الليل وهي امرأة عمياء، يقال أنها صعدت إلى مرتفع أخذت تناجي الرب: إلهي ألك وزير يناوى أم لك بواب يرتشى؟ ما مضمون ما ورد؟ إلهي ما ضرني عاد ولكن ضرني حلمك على عاد فأهلك عاد بريح صرصر إلى آخر الآيات. فاعلموا أن الله بالمرصاد. الله ما خلق الكون وخلق العالم وتركه لمجموعة ذئاب يخططون كما يشاءون. الله لهم بالمرصاد، لكن هنالك لتغربلن غربلة، لتبلبلن بلبلة. لابد من الغربال. أنت ولدك في الصف الأول الابتدائي إذا إجاك في آخر السنة الدراسية وقال لك: بابا أنا نجحت إلى الصف الثاني، هل تقبل منه هذه الدعوة من دون أن يراويك الشهادة؟ لابد من شهادة الامتحان. فكيف بشهادة الإيمان؟ الإيمان يحتاج إلى امتحانات صعبة أيها المؤمنون. فإذا نحن في فترة اختبار، في فترة امتحان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان. ففي هذه المناسبة الكريمة، المناسبة العظيمة، البعثة النبوية، بعثة أفضل موجود وأكمل مخلوق، وهو نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين عن هذه المناسبة. يقول: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار الأمور وتلظم من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها. فوجود النبي كما عبر القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أريد أن أستفيد من هذه المسألة في جانب أخلاقي. أيها المؤمنون، نحن أسوتنا من؟ النبي وآل النبي، صحيح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي رحمة للعالمين. هل نسعى لأن نكون رحمة للعالمين أو نقمة للعالمين؟ كيف؟ مثال بسيط وأعود إلى أصل الموضوع. شخص زعلك، تكلم عليك، صحيح؟ سبك، تجاسر إلى آخره، بعدين يجي يقول لك: يا بريل الذمة، لا خير، استغبتني، يوم القيامة ألزمك من إخوانيك.
لماذا نريد أن يدخل الناس بسببنا إلى جهنم؟ لماذا لا نكون رحمة للناس؟ لماذا لا نعفو؟ لماذا لا نسامح؟ ورد في الحديث الشريف: سامح الناس بقدر ما تريد أن يسامحك الله. إيش قد نريد الله يسامحنا؟ هل له حد؟ فلماذا شخص طلب منك إبراء الذمة؟ لا، يوم القيامة أحاسبك حسابا عسيرا. ارحم ترحم. فذلك النبي الذي كان كل وجود رحمة، كان النبي صلى الله عليه وآله يحترق بكل وجوده من أجل قومه الذين آذوه، حيث قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت أو مثل ما أوذيت. ما أبقوا شيء من العذاب الجسمي والنفسي إلا أجره. لكن مرة من المرات أطيل عليكم شيئا ما وأعتذر، اجتمع أبو لهب وأبو جهل وجمعوا الأطفال والعبيد وأمروهم بأن يرشقوا رسول الله بالحجارة، فوقع حجر على جبهة النبي فسال الدم. الرواية تقول: فرفع النبي ثوبه ليمسح الدم رحمة بقريش، لئلا تسقط قطرة من دم النبي على الأرض فيخسف الله الأرض بقريش. ثم هرب منهم إلى جبل يسمى بجبل المتكأ يستظل به النبي، وشايفين جبال مكة وصعوبة، فالنبي صعوبة الطريق إليها، فذهب النبي هاربا منهم. هبط عليه الأمين جبرائيل، مضمون الرواية، ببساط من الجنة، والتأمت جروح النبي. ثم هبطت عليه الملائكة التي فوض الله لها أمر الخلق، فقال له جبرائيل: يا محمد، إن العلي الأعلى يقرئك التحية والسلام ويقول لك: هذه ملائكة ربك أمرت بأمرك، أمرها تجعل عاليها سافلها. فنظر وقال: ملائكة ربي أمرتم بأمري؟ قالوا: بلى. قال: دعوني وقومي إنهم لا يعلمون أني نبيا فيهم. هل لدينا ذرة من رحمة؟ نتعلم ذرة من رحمة رسول الله؟ نسامح بعضنا بعضا؟ هذه مسألة أخلاقية، والنبي معلوم الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق ليس فقط أن تكون مزوحا وأن تضحك العالم وتضحك الناس، وإنما كل مجموع التعاليم الإسلامية هي كلها مكارم الأخلاق، سواء كانت الجانب العبادي أو الجوانب الأخرى. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله، ونسعى لأن نصل إلى ذلك المستوى. ولا يقول بعضنا: نحن غير قادرون، لا نعجز أنفسنا ولا نتذرع بذلك، كلنا قادرون، لكن إذا أردنا. بالفارسي عندنا المثل الجميل: خاستن توانستنه. المفروض الإنسان منك الحركة ومن الله البركة. أليس سلمان، كيف سلمان وصل حيث قال عنه رسول الله: سلمان منا أهل البيت، وهو لم يكن نبيا ولا إماما ولا يكون وزيرا ولا يكون وزيرا لنبي ولا وصيا لنبي، لكنه وصل وعبر عنه رسول الله: سلمان منا أهل البيت، فلأنه حذو النبي بكل وجوده. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. فإذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن أثر وجود النبي، قال: كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. وأما الأمان الباقي فالاستغفار، ونحن في شهر رجب في آخر ما لم يبق منه شيء،
آخر ساعاته وآخر أيامه، علينا أن نستغل هذه الفرصة. وأما الأمان الباقي فالاستغفار. ثم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالباقي لدينا هو الاستغفار. فإذا كان رسول الله يستغفر كما ورد عنه عند الصباح 70 مرة وعند المساء 70 مرة، فكيف بي أنا وأنت؟ ونحن أحيانا نتكاسل عن الاستغفار مرة واحدة. وإذا قال لنا أحد اتق الله أخذته العزة بالإثم. عفت العالم كلها وجدت صوبي، أنا شو مسوي؟ صحيح يا حجي؟ لذلك أيها الإخوة لا نترفع، لا نرى أنفسنا معصومين، لا نرى أنفسنا أفضل من غيرنا، كلنا مخطئون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا كان كلام النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام هذا، فكيف يجب أن أقول أنا؟ فلذلك علينا بالاستغفار، وعلينا بطلب التوبة، وعلينا بالتوبة النصوح. وهذه الأيام العظيمة، بالخصوص هذه الليلة العظيمة. هنالك نقطة مهمة، والحديث في الواقع يعني حضوركم وحسن استماعكم يشوقني أن أطيل شيئا ما، ولكن باختصار: إن مظهر الرحمة في البعثة النبوية نلاحظها في 3 نقاط. النقطة الأولى على المستوى العقائدي. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله بعثته ما جاءت في مجتمع راقي، مجتمع متحضر، ناس أعراب. الزهراء في خطبتها تخاطبهم وتقول: كنتم كذا وكذا، بعدين تقول: بأبي اهتديتم. يعني أفضل مخلوق، أفضل بشر وأكمل بشر كان نبينا الأكرم، أرسله الله إلى أتعس بشر. أحيانا يعني بعض المؤمنين المؤمنين في أوروبا يسألونني، يقولون: لماذا الله لم يبعث النبي إلى مثلا الألمان، إلى الإنجليز، إلى غيرهم من هذه الشعوب اللي طبعا هذول ما متحضرين، ولكن يعني أكو فارق. لماذا لم يبعثهم للهنود؟ لماذا لم يبعثهم للصين؟ بعثه لهؤلاء الذين كانوا حتى بعد إسلامهم كانوا ينامون على بطونهم في مسجد النبي. شايفين الأطفال لما ينامون أمام جدتهم وتحكي لهم حكاية أو قصة، ينامون على بطونهم ويتلاعبون بأرجلهم ويقولون: حدثنا يا محمد. النبي يعني هذه معجزة من معجزات النبي، أنه غير هؤلاء، وإلا يروح لناس عقال وناس متحضرين وناس فاهمين وكذا، هذا لعله لا يمكن أن نقول عنه بمعجزة. فإذا النبي غير من أفكار هؤلاء كما يقول أمير المؤمنين. أرسله وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة. وأيضا قال عليه السلام: بعثه حين لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح. وأيضا يقول أمير المؤمنين على النقطة الثانية، يقول على المستوى الاجتماعي، هذا على المستوى العقائدي بينته. على المستوى الاجتماعي يقول عليه السلام: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم. هذه كانت ثقافتهم، إضافة إلى غيرها من الأمور الأخرى من الخرافات التي كانوا يعتقدون بها من وأد البنات وغيرها. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. النقطة الثالثة على المستوى الإنساني، تعلمون حيث كان في الجزيرة العربية
وكل الجزيرة العربية تعيش حالة الغربة ويغمرها الظلام، كانوا يغزون ويغزون، يعني هدر الدماء كان عندهم أبسط ما يكون. الغارات التي يقومون بها طبعا بين قوسين جملة معترضة، مع الأسف الذين ذكروا حروب النبي يسمونها بغزوات، والنبي نهى عن الغزو، والعرب كانت ثقافتهم يغزون ويغزون، والغزو ممنوع في الإسلام، مثل قضية أخذ الثأر وأمثالها، ولكن يسمون حروب النبي بغزوات النبي، ولكن ذيك يسموها فتوحات نمبر 2، فتوحات فلان، فتوحات عمر. زين، هو ذاك ما قام الدين هذا الذي جاء بعد رسول الله ما قام من الأسلوب الاستعماري، أستطيع أن أسميه بالحديد والنار والقمع والذبح والقتل كما فعلوه مع مالك بن نويرة، هو الأسلوب الداعشي اللي اليوم نشوفه. نعم، انتشرت الرقعة الإسلامية، وصل هارون العباسي يخاطب السحاب أينما تمطرين فخراجك لي، فهذا في الواقع هذا غير مقبول في سيرة أهل البيت ولا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس بالقمع، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا هو الأسلوب الذي جاء به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. لكن بعد الثورة اللي يمكن بالاصطلاح السياسي تسمى بالثورة البيضاء أو وايت ريفولوشن، باسم الدين ضد الدين، كما نلاحظ اليوم باسم الديمقراطية ضد الديمقراطية، باسم الحرية ضد الحرية، وهكذا. عموما النبي كل حروبه كانت دفاعية، ما كانت غزوات، يعني ما كان هجوم مباغت، وإنما كانت حروب دفاعية، إما استباقية يعني قبل أن يصل جيش العدو إليه، وإما أن كان يدافع في داخل المدينة كما في بعض الحروب التي قام بها. عموما فمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المستوى الإنساني أن النبي صلى الله عليه وآله به أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجف الجافية. ثم قال عليه السلام ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي حتى دخل الناس في الإسلام أفواجا أفواجا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان حتى يتحقق الوعد الإلهي، حيث قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فلا نشك بوعد الله، فالله يقول ونريد، ومن الذي يستطيع أن يقف أمام إرادة الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه المسيرة ومن التابعين حقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وملأ قلوبنا معرفة وإيمانا ورحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والسلام عليكم.